خلال الثورة. فؤاد قرر أن يعتصم منذ البارحة بمقر وزارة حقوق الإنسان مع مجموعة من عائلات الشهداء ومن الجرحى ممن أصيبوا في الرأس والأرجل واليدين رصاصات غيرت مجرى حياة الكثير منهم. اوكي، عمري 26 عام، اصبحت عاجز، لا خدمه لا حتى شيء، يعني خسرت كل شيء، خسرت حياتي، خسرت كل شيء، وما عندي حتى اي رزق امل. أكثر من سنة مرت وما يزال عدد كبير منهم يحتاج إلى المداواة والتنقل والمتابعة الصحية والتغطية الاجتماعية وبطاقات العلاج التي منحت لهم، ورفض بعضهم تسلمها لأنها لا تفي بالحاجة. هذه جيست نمشي نقيد بها، والدويات يعطوا لي بالفلوس من الفارماسي كل جمعة 80,000. مشاكل نستحضرها موجودة، واحنا في طريقنا معناتها للبحث في حلول من بين صندوق لدعم معناها دعم التداوي، التداوي للجرحى معناها بصورة خاصة. الناس الكرتوش مازال في بدنها توا، ما نلقاوش حل كيفاش ينحيوا لهم الكرتوش، فما ناس حتى ما عندهاش اصل فلوس حتى بتتنقل، لا عندنا بطاقة تنقل لا عندنا بطاقة جريح، في التلفزة يطلعوا يحكيوا لنا حكايات أخرى وفي سير تيران ما نلقاو حتى شيء. نريد موعد آخر أجل باش ناخذوا كامل حقوقنا، المداواة وتعويضات آخر أجل. كل ما نستطيع أن نفعل أن ندفع هذه الحقوق هذه ونراقب معناتها تنفيذها، وندفع باتجاه معناتها تنفيذها، ثم ننسق مع بقية الوزارات ذات العلاقة بالملف. مسألة هامة طرحت يوم أمس بين المعتصمين ورئيسة لجنة جرحى وشهداء الثورة بالمجلس التأسيسي التي تحولت إلى مكان الاعتصام، وهي مسألة تصنيف الجرحى. انا هنا مش دافع الحكومه، انا هنا باش نحكي على المجلس الوطني التاسيسي شنو عمل. نحن اليوم لجنه الشهداء وجرحى تفعيل العفو قدمنا التقرير نتاعنا الشهري للسيد رئيس المجلس، وفيه جمله من التوصيات، من اهم التوصيات هذه انه يقع علاج هؤلاء الجرحى. ملف جرحى الثورة والشهداء ملف شائك بطبعه لتعدد الوزارات المتدخلة في تسويته، وما سيزيده تعقيدا وبطئا قد لا يقبله المتضررون مسألة تحديد القائمة النهائية للجرحى.